محمد وآل محمد. خادمكم أخي الفاضل حازم الحسين، إن شاء الله بورك عملكم إن شاء الله وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. سماحة الشيخ، طبعا نحن نقترب من أيام محرم وأيام عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. فأرجو أن تخصصوا في الأيام القادمة حول مسألة أنه كيف أن السماء مطرت دما وأن الأرض لم يرفع حجر إلا تحته دم عبيد، من رواياتهم ومن روايات أهل البيت عليهم السلام، لأن بعضهم ما يزال مصر على أن يقيم احتفالات في هذا اليوم الذي بكى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ما زالت الإشكالات حتى من بعض الذين يصدرون على منهجكم الشديد والقوي في مناقشة القوم، ولكن انهم يتغاضون النظر عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية صحيحة، وارجو ان تذكرها سماحتكم دائما، عندما قال الموجودة في الكافي واكثر من 18 عالم من علمائنا المعاصرين صحح الرواية، ومنهم السيد ابو القاسم الفضل رضوان الله عليه، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعده فاظهروا البراءة منهم، اظهروا البراءة، إظهار البراءة، واكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. طبعا اليوم قناتكم بطرحها الشديد والقوي أكثر يعني العائلة العراقية تتابعها لما بها من أفكار لم يسمعوها من قبل، ومن طرح قوي مع الخصوم، وهذا شيء جيد ببركة وجودكم. كما حضرتكم سماحتكم طلبتم قبل أيام أرقام بعض علمائهم، وإن شاء الله أنا أي رقم من أرقام علماء النواصب أو مشايخ الوهابية يستطيع أحد الإخوان مراسلتي على الفيسبوك وسيكون خادمكم، أعطيكم أرقامهم. وأنا كل يوم حقيقة لي اتصالات على بعضهم، وآخر الاتصالات كان على أحد كبار علماء السعودية بهيئة علماء كبار العلماء السعودية المسمى صالح اللحيدان، وعندما سألته عن حديث الثقلين أهو صحيح عندكم؟ قال إن الصحيح لم يثبت صحته عندنا، فقلت إن الألباني قد صححه في سلسلة الأحاديث الصحيحة. قال إن الألباني عالم في الأسانيد وليس عالم بالمتون، أنا عالم بالمتون ولا أرى ما يرى الألباني. وعندما ذكرت له بعد ذلك قول عائشة لعثمان: اقتلوا نعسلا قد كفر، كان يقول بأن النساخ رفعوا كلمة اقتلوا من قتل نعسلا فقد كفر. والله كيف عالم باللغة العربية هذا الذي يقول هكذا؟ كما أحب أن أنوه على حضرتكم، أذكر أحد مثالب عمر، وحتى أن بعض علمائهم في قنواتهم الناصبية ما يسمى الآن بالإخوان المسلمين الذي يحكمون مصر يحللون السفور بحجة ما رواه في إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل تأليف محمد ناصر الدين الألباني الجزء السادس صفحة 204. يقول عن أنس بن مالك قال: دخلت على عمر بن الخطاب، دخلت على عمر بن الخطاب أمه قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنع به، فسألها: عتقتي؟ قالت لا. قال: فما بال الجلباب؟ ضعي على رأسك، إنما الجلباب على الحرائر من النساء المؤمنين. فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب بها رأسها حتى ألقته عن رأسها. طبعا يقول وهذا سند صحيح على شرط مسلم. كذلك يقول عن أنس بن مالك قال: كنا إمام عمر رضي الله، طبعا هو يقول رضي الله عنه ولا عليه لعائن الله، يخدمن كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن. ما أعرف يعني هذه الألفاظ الموجودة كيف أن عمر بن الخطاب يروون في صحيح مسلم يعملون من عنده أنه صاحب الغيرة، وأن نبيهم رسول الله، طبعا نبينا غير نبيهم كما ذكر نعمة الله الجزائري، يقول يدخل عمر على النبي ويقول: ألا تأمر نساءك بالحجاب يدخل عليهن البر والفاجر. لا حول ولا قوة إلا بالله، وبورك عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله بكم والله يرفع قدركم. أما بالنسبة إلى مسألة الرواية التي أشرت إليك، فإن ذلك في كتاب أصول الكافي
في المجلد الثاني، وإن إن شاء الله العزيز في المستقبل سوف نقرأ لكم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيت जब तक जिएंगे अहले अज़ा गम मनाएंगे बीबी तेरे